واخيرا وصل رقم شاهد هدلة عندي. يا نادر ماشي تأكد لا يطلع رقم خالتها ولا رقم امها ولا رقم. لا والله انه رقم كذا. المعذرة منك يا نادر اخرتك. لا والله انا جيت مكتوب تقول رياح. خير ان شاء الله. مهند وذا هذا ليس. وين انت؟ ما بالله في الطريق ساير اشتري مصاريف وقالت ومروح. وايش حتفعل بعد الغداء؟ عاد اخزن في البيت بيني وبينك عاد اذاكر ما يختبر غدوه. ما عاد عندي يعني. ماشي والله اني عاد اجلس اذاكر نلتقي بكره ان شاء الله. عاد اسافر غدوه الصبح شحن عسى بدي سياره. ايوه صح تكلمني. خلاص ما عاد شي اخزن قد عاد اذاكر لي لا مغرب وارجع اجي لعندك نخزن وبدون ودعك ان شاء الله. خلاص تمام انا منتظر لك. يلا تمام الله معك. منو هذا الذي يسافر؟ هذا مبلغ صاحبنا قال يسافر شحن يدي سياره. ايوه تصير تخزن عندي بعد المغرب خلاص نحتاجه معه. يا فوق ما نقدر ازوع الباب نادر خلي الدقات شفت الساعه. يا اخي مش وقت الطب الله يلعنك اسمعني. ايش تدفع لي الوقت سريع بحاجة الضرورة. ليش ما في راسه؟ مش وقت ما في راسي صلح لي الوجه. عاد عليك. اعوذ بالله من افكاره. لا تعوذش اقول لك شخطفي سريع فعل الوجه. هتخزن لي تخزين ما قدرت طرحك. مش ساعة كل مرة تمكننيش اخذ لك تخزن لك تهرب. وراس امي لندع لك تخزين ما قدرت طرحك فعل الوجه. حياك الله يا نادر. الله حياك يا قلب انتي قلبك يا اخي. كيف لك ذكرتني اليوم؟ لا عاد بيجي تخزن عندي ولا شيء، او زعلتك بحاجه انا محكم. لا ما فيش حاجه ولا شيء يا اخي والله ما غير مشاغل الدنيا دريت ولا اعمال قلت بدينا كذا ودريت انك مسافر شحن قلت اجي ودعك يا غالي. رحب فوق عيني وراسي. بقيت. وفؤاد وينه ليش ما يجي؟ فؤاد معي مشوار صغير خلص هو يجي. سابر هذا زبون بيتصل شخرج جواب وترجع. خذ راحتك البيت بيتك. سابر يا غالي خذ راحتك خذ راحتك. السلام عليكم يا شيخ مهند. وعليكم السلام. عفوا من معي؟ معك فاعل خير. احد قال لك اني محتاج؟ انت محتاج واحد يصحك من غفلتك يا مسكين. ايش تقصد؟ احذر من عدوك مرة ومن صديقك مليون مرة. مش وقت الالغاز حقك مش فاضي لك تكلم بوضوح ولا الله معك؟ معك صاحب بيسايرك وبيضحك لك ويقلد انه رجع ومن خلف ظهرك يخونك ويضحك على عرضك. تكلم سوا يا واطي واعرف ايش بتقول واعرف مع من بتتكلم. هو لاني عارف مع من بين اتكلم ولانكم ناس على مستوى. شكلك واحد ما عندك شرف. لو ما عندي شرف ما جيت انصحك. من نتكلم احسن لك. لو مش مصدقني راقب تلفون اختك وخليه عندك اليوم وشوف العجائب. سلام يا شكر. قال لك من هو هذا؟ ومن بيقصد صاحب واثق فيه؟ ومعقول اختي تفعل هكذا؟ هدى هاتي هذه تلفونك. مالك؟ ما بلا سماعة تلفوني خربت والشركة الشريحة في تلفونك اتواصل مع الناس. طيب لحظة خليني اخرج شريحتي وادي لك التلفون. لا هاتي هذه بخرجها انا هاتي. طيب امسك الرمز من 1 ل 9. طيب ايوه يا تقول لي ما بتسوي هذا اليوم متى؟ هو هذاك حق يوميه، اذا عمل مع اخي في المعرض بنشتغل، اذا ما بيش قد احنا جالسين في البيت. سابر يا ليث هذا صدفة؟ اي والله امانة كنزل افتح له الان. حبيبي انا بزي قلبك. كم الرمز انا هذا وكم الرمز يا ليث ايش قد لي تلفونك اتصل يا قلب. انا بدي قلبك. ذم رماد الرمز 4 أصفار. 4 أصفار.
ايوه 4 أصفار، بس يا رب انه ما يكون صغير. والله انه افتتح يا حركاتك يا نادر. لا بحب يا اخوي. حياك علي. الحمد لله. تفضل. لا ما عاد بش داعي تتكلم انا سريع ما يعمل. تتكلم طالع احسن. مرة ثانية. ما بالله سمعت انك عاد تسافر شي حين قلت اشتيك تبسل لي سيارة كذا نظيفة وحالية. على طول بشير عيوني، نوع ايش موديل كم؟ ايوه اول حاجة افعلها اسجل الرقم باسم حدود المزدحم. والان 3-4 رسائل حاليات من حقك يا عم نادر. عيب عليك. وذا ما بش حاجة. والله هذا شكله واحد بنسوق يعلم والله من هو، لكن بعرفه. سلام يا عمري، كيف انتي؟ وحشتيني. اذا فاضي امان افتحي الواتس وفعلي لي 3-4 صور حالية اشتي بسرش. هذا الرسالة الأولى صافي ولا حاجة. الآن الرسالة الثانية ما كنت بسرش من الجمل الأذنى. أنا قد قلت لمهند إني مسافر بكرة شحن علشان نخرج أنا وأنت يا عمري، ما رأيش؟ خلاص بشير، انا مسافر غدوة شحن ادي سيارات خيرات، اول ما ارجعش اتصل لك يصير اوريك السيارة. سافر ما عاد في نفسك. مشي الله سلامتك، بس كلمني نادر ينزل معانا مشوار انا وهو. ان شاء الله. حاضرك. وين فؤاد؟ فؤاد ما رضيش يطلع، قال لك ما عمل، قال تنزل تجاوبه. يلا بسيب الطريق اختلع عندك. طب ما بيشحك. يلا سابر خدمات. الله يفتح عليك. يلا يفتح عليك هذا الشيء. من؟ ليث؟ لا مستحيل. اكو مقطعها هذه بنت لا هي في البيت. اول شيء ليث هذا ابن الكلب. ها ليث وينك؟ انا في البيت. الان جاي اشيلك بالسيارة، معي لك موضوع مهم. تمام على طول، شاقوم اغير ملابسي لو ما توصل. يلا مع السلامة. جاء علاء. ها علاء، اسمع بقول لك ونفذ اللي اتكلم به بالحرف الواحد. راجع ليش؟ غريبة، يعلم الله ما له أخي مهند، أول مرة أبصره هكذا. الله يستر. للحين يا نادر ليش خليتني افعل لك واتساب وهمي، وخليتني اسير لا عند ليث وافعل هذه الحركات كلها؟ ايش في داسه؟ اهدى وانا بقول لك كل شيء ولا تقول يا علي ارتاح. خير يا مهند ما به، ليش اديتني لهذا؟ والله شيء بس كان تلفونك اتصل. على طول. يا ليث، لو مثلا معك صاحب تعزه وتحترمه وامنته على بيتك ودخلت ببيتك بينك انت عايش ملح تعتبره مثل اخوك واعظم. ايوه. وهذا الصاحب بيسايرك علشان يلعب على ارضك ويلعب على مكلفك، ايش بتسوي فيه؟ ما يكفيني اقتله واشرب من دمه. بس ليش سالتني هذا السؤال؟ تقتله؟ طيب ايش تحكم على نفسك؟ اقتلك واشرب من دمك؟ قال لك يا مهند ايش به؟ ايش بيسوي الرقم هذا عندك؟ رقم منو هذا؟ شوف يا ليث لا تدعي الغباء وتكلم بلتي هي احسن، وهول الرسائل من رسلهن.
هناد اجمع حسك واعرف ما بتقول انت تعرفني. هي هذه المشكلة، الحين بين أعرفك أمنتك على بيتي وعلى أرضي وفي الآخر تجي تلعب على مكلفي. هناد لا تجنن، ما نصير سوا يا واطي. اسمع، أقسم بالله يا واطي لو زدت لك لعب على مكلفي لا أهين كلامك. يلا يا مجنون ليش تفعل هكذا؟ خليني أبرد قلبي فيهم هؤلاء العيال الذين أسألك بالله. أنت عارف إن هذا عار بيطير من بعده كم من روس، ما بش فيش صفاء. خليهم يطيروا منه يرجعوا تونا، إحنا نبصر من بعيد ونرتاح ولا نهم حاجة. وليش هذا كله؟ عشان ما رضيش يزوجك بهدى؟ تقل له عيب ما يسبش هذا كله. مش هذا وبس، عاد أنا سمعت خبر إنه مهند قال إنه ما يتشرفش إنه يناسب شخص مثلي، مش شو دارنا الذي سايرته وعلمتها الرجالة. الرجال رجال من بيتهم. هو تغير علي من حين ساير ليث، وأنا دريت وقلبي حس إن الليث الذي علم علي على سب الزهداء. ماله مهند شل تلفوني، وليش كان بيتكلم معي بهذا الطريقة؟ كم ليش بتتكلم انتي وليث؟ من لي؟ مالك أنت والجنان؟ بين أقول كم ليش بتتكلم انتي وليث؟ تكلمي لا تبعش مثل النعجة، وايش من صور رسلتي له؟ مالك أنت والجنان حقك؟ شكلك اليوم مش انت طبيعي، شكلك شارب حاجة. وعاد انتي بتطولي علي يا قليلة ثلاثة. بتمد يدك يا مهند على اختك اللي تكبر منك. وعاد انا بقتلش. والله يا مهند لا خليك